عبود واحد كان بيعرض خدماته بلغة جسد طيبة جدا ولسان حلو ومهذب، ولكنه كان كسلان وفي أحيان كتيرة غير متواجد في محل العمل. أما عبود 2 كان نشيط، ولكنه كان كثير الحساب والطمع، يعني كان دايما بيحسب ومش شايف غير حساب الأجر المادي في نهاية المشوار من قبل حتى ما يقدم الخدمة. وكان كثير التلميح بحالاته الاجتماعية، يعني اتجوز، خلف، حفلة طهور ابنه وهلم جر، عشان يقدر ياخد اللي يقدر عليه أو يكسفك عشان تجامله بالعافية، وبالتالي خلاك شايل هم طلب الخدمة منه وانت مش مرتاح وانت بتطلب منه الخدمة اللي ممكن كان بيقدمها بشكل كويس. يعني الفلوس هي اللي بتحركه وتتحكم في جودة أدائه للخدمة، أو حتى إنك تحتل مكانة كويسة عنده كعميل. مش عايزين ننسى إن سيد وعبود 1 وعبود 2 بيشتغلوا في مكان واحد، والثلاثة بيقدموا نفس الخدمة. سيد بقى بفطرته وسجيته وخفته بنى علاقته معانا، وتحولت علاقتنا إلى علاقة إنسانية تتطور من أجمل لأجمل ومن أعلى لأعلى، وهو صاحب نصيب الأسد في الفضل ده. تابعونا وهقولك إزاي سيد بقى سيد وعبود عمره ما عارف يكون سيد.